جبنا حمار جديد في البيت. بس بجد يا جماعة كان غريب جدا. أول ما شفته حسيت إن في حاجة مختلفة. شكله قوي وعافي، وعمود ربطه كان أطول من الأوضة اللي قاعد فيها. قلت لنفسي خلاص ده حبيبي، ده روحي. وأنا أصلا كنت برفض جواز كتير، وكنت دايما بضحك وأقول أنا مش هتجوز، عندي حاجات أهم. والنهاردة بقى القصة اللي هحكيها لكم دي من أجمل القصص اللي مريت بيها. صدقوني، اللي مش هيسمع للنهاية هيفوت كتير. وأجمل ما في القصة نهايتها مش بدايتها. زي ما بيقولوا العبرة دايما بالخواتيم. بس قبل ما أبدأ، أنا اسمي وفاء، عندي 41 سنة. وياريت تنزلوا تعملوا لايك واشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اتربيت في منطقة كلها خضرة وزرع، شجر، جناين، وهوا نضيف. أبويا وأمي ناس بسيطة وغلابة، كل حياتنا على قدها. أهم مصدر رزق عندنا كان الزرع. كنا بنزرع قمح ونبيع الأردب على حسب سعر السوق. وبرضه كنا بنحوش شوية قمح نطحنه في الطاحونة ونعمل منه دقيق للبيت. وطبعا عشان ننقل القمح والشوالات والبراسيم والحاجات دي كنا محتاجين حمار يشيل معانا. فراح أبويا السوق وجاب واحد قوي كده وشكله يشد. أول ما دخل البيت لزق فيا من غير سبب، وأنا ساعتها ما أخدتش بالي. كنت بعتبره مجرد حمار زي أي حمار، لحد ما حصلت مواقف غيرت نظرتي ليه خالص. بصراحة اتعلقت بيه جدا. كان مطيع، يسمع الكلام، وذكي بطريقة غريبة. في يوم من الأيام دخلت أوضته عشان أديه برسيم. لقيته واقف ومستنيني كأني فاهم ومترقب. أنا اتفاجئت من طيبته وهدوءه، ولقيته ما بيعملش دوشة ولا يتحرك إلا لما أكلمه. أي ست في الدنيا هتنذهل من كائن بالحنية دي. كان شكله كبير وعافي، وكل ما قرب منه يحرك ودانه كأنه بيسلم عليا. وبصراحة قلت لا، ده لازم يبقى بتاعنا، محدش هيقرب له ولا يبيعه. في يوم أبويا كان مزنوق في فلوس وقال هبيع الحمار. أنا اتصدمت، رحت جبت تحويشة عمري واديتها له عشان ما يبيعهوش. وتخيلوا، رغم إني كنت كبيرة وراسية، إلا إن قلبي اتعلق بالمخلوق ده من كتر لطفه. وفي يوم أبويا كان نايم وأمي كانت عند الجيران، رحت للحمار واديته برسيم، ولقيته فرحان بيا جدا. فضل يبصلي ومش عايز يسيبني أمشي. ده خلاني أفكر طول الليل إزاي الحيوان ده بقى مهم في حياتي بالشكل ده. قعدت أسبوع كامل وأنا بفكر ليه متعلق بيا كده، وليه كل ما أدخل عليه بينهك فرحان. لحد ما قلت لنفسي لازم أتعامل بطريقة صح واكسب قلبه. بدأت أهتم بيا بزيادة، مية، برسيم، أكل نضيف، وبقيت أروح عليه كل يوم. ولقيته فعلا بيحبني وبيحس بيا. لبست أحلى لبسي، عباية سودة شكلها يشرح القلب. اللي كان يشوفني كان يفتكر إني رايحة خطوبة ولا عريس جايلي، لكن الحقيقة أنا كنت رايحة للحمار، للي شارك معايا همومي وتفكيري. وبعدين قلت أجيب له علف مخصوص من عند العطار عشان يتحسن ويبقى أقوى. العطار استغرب من طلبي، بس اداني العلف. ولما اديتهوله بقى نشيط أكتر، وصوته أعلى، وفرحان بزيادة. وهنا بقى بتخلص أول حكايتنا. ولو عايزين الجزء التاني اعملوا لايكات كتير علشان أنزل كمالة القصة، وصدقوني الجاي أحلى بكتير. أشوفكم في الجزء التاني يا حبايبي، مع السلامة.